اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة معانا موضوع يخص كل أم وكل أب برضو، بس أنا بحط خط على الأم أكتر علشان ده موضوع يخص البنت مع مامتها. ويعني بيجيلي كتير جدا جدا، انا بنتي في سن المراهقة ومش عارفة اتعامل معاها ازاي، وانا حاسة اللي هي بتكلم شباب. وفي ام تانية تقول انا بالفعل اتأكدت اللي هي بتكلم شباب. بصوا يا جماعة، سن تالتة اعدادي واولى ثانوي وتالتة ثانوي واولى جامعة وكل دوت سن خطر جدا جدا على البنات. فالمفروض اللي احنا نبقى مصاحبين بناتنا جدا. مش هقولك اللي انتي تبقي رقيبة عليهم قوي او اللي انتي خانقاهم قوي زيادة عن اللزوم، لا، تبقي مصاحباها. يعني دايما تتعاملي معاها ان انتي واحدة صاحبتها. دايما تقولي لها قولي لي حصل ايه النهارده. دايما تعرفيها ان انا لما تقولي لي حاجه مش هتفزع ولا هتضايق ولا هزعق ولا اي حاجه. بس اهم حاجه ان احنا دايما متعودين مع بعض على الصراحه. انت تقولي لي الصراحه وانا اقول لك الصح من الغلط. ده يعني حاجه انا بفضلها جدا جدا. بشوف بقى امهات تانية ما بتعملش كده، ويعني دايما في صدام هي وبنتها، دايما دايما دايما. حتى لو قالت لها مثلا انا واحد النهارده عاكسني، طب هي مثلا ده عاكسها، هي ذنبها ايه؟ لا، تلاقي الام زعقت فيها هي وانت السبب. شوفي انت كنت ماشيه عامله ازاي، شوفي انت بقى كنت النهارده لابسه ايه، شوفي هو عمل كده ليه. وما بتغلطش مثلا الشاب اللي هو عمل كده، لا، دايما حاطه الكلوز على بنتها، ودايما بنتها هي اللي غلط. مع ان ممكن تكون بنتها مؤدبة وما بتعملش اي حاجة، بس العيب ساعات كتير والله العظيم يا جماعة بيبقى في الامهات، ما بيبقاش في الابناء ابدا. فانا عايزة ناخد بالنا بس من القوانين ديت كده في الاول. وبعد كده مثلا انت اكتشفتي ان بنتك واحد بيبعت لها ولا واحد بيكلمها ولا هي اتعلقت بيه وفي مشاعر وداخله في قصه حب وهي لسه مثلا في ثالثه ثانوي. بصي، انا عارفه ان انت ممكن تتعصبي وتنهاري وتضربيها وتاخدي منها الموبايل وتعملي اللي ما اتعملش، بس ده هيبقى غلط جدا وهيعود عليكي وعلى بنتك بالسلب. انا مقدره جدا جدا يعني ايه ام بنتها تبقى بتكلم ولد او بنتها تبقى متعلقه بشاب، او ده انت مش متخيله ابدا. بس دي حاجه بتبقى من غصب عنهم، دي بنت ولها مشاعر واكيد ان هي هتحب واكيد ان هي تعجب بحد، واكيد يعني كل حاجة عندها بتبقى متضاربة في بعض. ما ينفعش بقى ماما كمان تيجي وتحط بقى عبء عليا انا كمان وتضغطني، لا. فانت كده بتخليها تعند اكتر. ولو خدت الموبايل انا كده هأدبها، وانا كده هحجمها، وانا كده هخليها ولا تكلمه ولا تعرفه ولا تعمل اي حاجة خالص. لا، للأسف انت غلطانة. لاني اي حد، مش البنت بس، اي حد عايز يعمل حاجة وحاطط حاجة في دماغه هيعملها. ففي الوقت دوت انت الخسرانة. فانت ولا تاخدي الموبايل ولا تعملي اي حاجة خالص، انت تتكلمي مع بنتك بهدوء. دلوقتي يا حبيبتي هو في سنة كام؟ وات ايفر، ممكن يبقى مثلا هو في تالتة ثانوي وهي تبقى في تانية ثانوي مثلا. انت هتاخدي واحد بياخد مصروفه من باباه؟ انت يعني عايزة تعملي في نفسك كده بدل ما تستني وتاخدي واحد كويس وفي مركز مرموق ويعرف يعيشك كويس ويبقى راجل كده وعاقل، ولا تاخدي عيل؟ لازم يا جماعة نتكلم مع ولادنا ونقنعهم. البنت لو ما اقتنعتش، انسي اللي هي تسمع كلامك. بلاقي امهات كتير تقولك ايه، لا ده انا مش هقول لباباها. لا، ده باباها لو عرف هيبهدل الدنيا، ده لو باباها لو عرف هيقتلها ويقعدها من المدرسة. ليه هي ما عملتش حاجة حرام ولا ما عملتش حاجة غلط؟ دي مشاعر مش بايدينا. كل اللي انت هتعمليه انت وباباها، انتوا الاتنين لازم تصاحبوها في الوقت دوت وتتكلموا معاها، ولازم تبقى واخدة كل الحب والاهتمام من بيت أمها وأبوها. تبقى واخدة أكتر حاجة الحضن من أبوها. لما البنت بتاخد الحضن وكفايتها من الحب من أبوها، عمرها أبدا أبدا ما تفكر في أي حد بره. إن شاء الله لو قال لها إيه
هفرش لك الدنيا ديت ورد كده وياسمين تحت رجلك ابدا. بصوا في ناس كتير بتقول ايه ده انا مربيه بنتي احسن تربيه وبنتي حافظه القران، وازاي تعمل كده، وازاي دي مش متربيه، انا ده انا تعبت على الفاضي في تربيتها. وفي والله العظيم امهات ولا يعني بيقروا قران ولا عارفين حاجه عن دينهم، بس يعني واخدين كفايتهم في الحب في بيت بابا، واخدين كفايتهم في الحب مع ماما وصاحبانا. مش معنى كده اللي انا بقول ان الناس اللي عارفه ربنا او اللي هي حافظه قران بتروح تعمل حاجه غلط، لا والله ابدا. بس بقول يا جماعه زي ما بتربوا ولادكم على الدين والاخلاق وحسن المعامله وكل دوت، يعني ادوهم شويه حب وحنان مع الدين والتربيه، هتبقى انت كده ربيتي حد متكامل في كل حاجه. اقصد ان احنا ما نبنيش حاجه ونهد حاجه، لازم ناخد بالنا من الحاجتين دول. ولازم لو لقيتي الموضوع تطور، لان هو ممكن يتطور، مش هقولك ان بنتك ممكن تقتنع بمثلا كلمتين تلاتة، لا، ممكن الموضوع يتطور، ممكن الواد يبقى سئيل ويفضل يكلمها ويجري وراها وهنا وهنا وهنا. في الوقت دوت كل اللي انت هتعمليه ان انت هتروحي لأهل الولد ده. ايه ده هروح لأهله واعمل شوشرة لبنتي؟ هتروحي او تكلميهم في التليفون، تقولي لوالده انا من عندي كلمت بنتي وبنتي هتعمل واحد اتنين تلاتة، فياريت حضرتك تقول لابنك يلم نفسه، لانه لو ما لمش نفسه بابا هيتدخل في الموضوع واحنا هنعمل واحد اتنين تلاتة، واحنا مش عايزين مشاكل ولا لابنك ولا لبنتنا، لانهم هم لسه في سن صغير يعني ثانوي ده، ولا هيفتحوا بيت ولا هيعرفوا يتخطبوا ولا ابنك هيعرف يجيب دهب ولا اي حاجة ولا حتى دبلة عشان يخطبها بيها. فيا ريت حضرتك تعرف ابنك هتتفاجئي بقى برد فعل الاب، ابو الولد، وممكن يقولك ايه، والله انا ابني راجل يعمل اللي هو عايزه، اللي عنده معزه يلمها. ماشي تمام، احنا هنلم المعزه بتاعتنا، بس برضو ما يمنعش ان حضرتك تعلم ابنك يتقي الله في بنات الناس، عشان ممكن يحصل كده لاخته. بصي الموضوع هيبقى بالنسبة لك عمرك ما هكلم ابو الواد، عمري ما اروح له، عمري ما هسمح لبنتي اللي هي تكلم حد، عمري ما اقدر اتكلم مع بنتي بالراحة. طيب تعالي انت ما عملتيش كل دوت، ضربتي بنتك، هزقتيها، شوهتي صورتها قدام الجيران. ما هو لما تبقى بنتك في ثانوي وانت مثلا تضربيها او تزعقي لها والناس تسمع صوتك، هيقعدوا يخترعوا 100 سبب في قلب بعض كده، وكل واحده هتخترع سبب على دماغها اللي انت عاملاه مع بنتك، فمش هتوصلي الحل. وغير كده بنتك هتعند اكتر، وهتشوف ان هو دوت الفارس اللي جاي ياخدها كده ويطير بيها بالحصان. مش هتبقى عندك خيار غير اللي انت تتعاملي بهدوء، ومفيش مانع ابدا ان باباها يقعد ويتكلم معاها بهدوء. صدقوني والله العظيم يا جماعة، الهدوء والاسلوب الكويس هو اللي بيخلي البنات تقتنع، هو اللي بيخلي البنت يعني ايه تلغي فكرة اي حاجة هي كانت واصلة معاها لأبعد من كده. لكن العنف دايما والضرب بيوصل للعند، وبيوصل ان انا طب هما بقى مش عايزين كده، طب انا بقى هعمل. حتى لو خدتي الموبايل، خدتي كل يعني الامكانيات الوصول لاي حاجة، هتوصل وهتستغربي هي وصلت ازاي. فبلاش نعمل في بناتنا ولا نعمل في نفسنا كده، وتكوني مقدرة مشاعر بنتك وتكوني مصاحباها وتاخدي الموضوع ببساطة خالص. هو ايه هيصرف عليكي منين؟ بابا هيجي يجيب لكم الاكل، خلاص يا بنتي انت طالما عايزه كده يلا على بركه الله خليه يبقى يجي يتقدم لك. هتلاقيه ولا هو قادر يتقدم ولا هو معاه حاجه، والفكره كلها هزار وهبل ولعب وخلاص. طب والله الواد دوت متمسك بيها فعلا وعايز يجي يتقدم لها حقيقي، ينفع يتقدم لها في ثانوي؟ لا، تستنى لما بنتي كده تتخرج وتبقى يعني هو قد المسؤولية وهي قد المسؤولية، والله وهنستناك ونديك كلمة على هذا الأساس، بس لما نلاقيك يعني ليك شغلانة مرموقة وان انت حد كويس وان انت تقدر تصرف وتعيش بنتي في مستوى كويس.
يعني تعرفوهم ان احنا مش ضده ولا اللي احنا مانعينه، لا احنا معاه، بس هو يثبت نفسه، يثبت حسن نيته، يثبت اللي هو عايز يخش البيت من بابه. لازم يبقى اسلوبنا هادي وكويس. حتى لو انتي، انا عارفة والله العظيم في امهات مش هتقدر تعمل ده ومش مستوعبة يعني ايه انا اعرف ان بنتي بتعمل كده واتكلم بالهدوء اللي انتي بتتكلمي بيه ده. ما هو انتي لو ما اتكلمتيش بالهدوء ده، العنف بتاعك هيخلي بنتك تعند، ولو دوت مثلا الواد دوت خاف ومشي من اي تهديد او اي بتاع، هتخليها تعند وتكلم واحد تاني. دي بنتي متربية، مش معقول تعمل كده، لا هتعمل، صدقيني. فنربي ولادنا صح، نربي ولادنا على الصحوبية وعلى الصراحة وعلى التفاهم، وتخليها هي لما حد يبقى عايز يتقدم لها او عايز يتكلم معاها تيجي تقولك تصوري يا ماما، ده انا زميلي في سنة تانية ثانوي وبيقول لي كذا كذا، ده عبيط ده ولا ايه؟ ازاي يعني هو يتقدم لي دلوقتي ولا نتخطب وهو في السن ده؟ خليها هي تكون عاقلة بما فيه الكفاية من كلامك انتي، خليها هي تكون هي اللي ترفض العلاقة ديت، مش انت باسلوبك بتضطري ان انت تدخليها في حاجة عند عشان مجرد ان انت اسلوبك وحش معاها. لا، صاحبوا ولادكم يا جماعة، وحاولوا توصلوا معاهم للطريق الصحيح، لان هم بيبقوا بره اكتر ما بيبقوا جوه. يعني بيروحوا دروس وبيروحوا سناتر وبيروحوا مدارس، وفي مدارس كتير مختلطة بنات على صبيان. فلو انت ما حطيتيش الاساس في بنتك من الاول هتخسريها وهتخسري كتير جدا. وربنا يا رب يهديهم ويهدي بناتنا جميعا، وكل أم تعرف بنتها يعني عايزة ايه، بتتعامل ازاي، نفسها في ايه، ناقصها، نفسها في حب، نفسها في حنان، احضنيها وحبيها انت وباباها، نفسها في معاملة كويسة، نفسها. شوفي بنتك ناقصها ايه ونفسها ايه وتكلمي معاها كل يوم، اسمعيها. ما ينفعش بنتك تبقى بتكلمك تقولي ثواني بشوف حاجة على الموبايل، ثواني بكلم طنط، ثواني بكلم كذا، ثواني هعمل كذا، ثواني لما اروح المشوار واجي هبقى اتكلم معاكي. لا، خطر، بالذات في السن المراهقة والسن المعين دوت. سيبي كل حاجة واهتمي ببنتك، سيبي كل حاجة وصاحبي بنتك. هي دي ثمارك في الحياة، ولادك ثمارك في الحياة.